السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بن سليمان محمد طه، وهذه المرة هذه جينا لمدينة سبتة المحتلة وخرجنا للشوارع باش نسولوا المواطنين ديالها على الآراء ديالهم في الحدود. خليكم معنا نسمعوا الآراء ديالهم. سبتة هي إحدى مدن تقع على القارة الإفريقية مقابلة لمضيق جبل طارق. لا كنفضلوا تبقى الديوانه مفتوحه لان مصلحه ديال المغرب ومصلحه ديال اسبانيا، وحسب سبته هي سبته مغربيه اصلا، وحنا كان في الاصل ديالها مغربيه، وحنا كنفضلوا بان تكون المغرب مفتوحه للجميع داخلين خارجين. وهذا الانسان لان الانسان كيطلب معاش وكذلك وهي اصلا كتبقى مفتوحه من شحال هذه هي مفتوحه تبقى مفتوحه دائما. يبلغ عدد سكان هذه المدينة 84,963 نسمة، وتبلغ مساحتها 19 كيلومتر مربع. مساكن الناس كتدبر على راسها تخوز على اولادها، علاش اخاي خليهم مساكن يدخلوا تبقى مفتوحه احسن، عندها علاش تشد. والله بنادم لا ولا جبت يسال اي واحد. اخاي ديالي تا الدارين كيجيونا باسابورتي كيبقى نستناو في الفيلات تما كيرجعوا وكيدوروا فحال يجروا عاملهم هنايا. اخاي خصنا الحقوق ديالنا هنا، علاش حنا كيحسبونا شي انسان ولا يتحايدوا؟ علاش حنا عاملين باسابورتي كيحسبوها كتجرو، يقول لك اش عندك واش عندك الريسيدنسي واش حنا جرا ولا من بعد ديالنا كيتعاونوا معاهم. ان حنا شني حنايا داخلك باش ما فويق ما بغا يخرجك فويق ما بغا، ولا جيت يحوسك ديرك ديالك ويخليك بحال تجرو كتسع يضربوك تشوط فيك الديوان امبري. يرجع أصل اسم سبتة إلى عصر روما القديمة، حيث أطلقوا على جبال المدينة اسم سبتم فراتريس بمعنى الإخوة السبع. لا انا ما كنفضلهاش تبقى هكا مفدنا، ما بغاش عاوتاني تحيد دابا في هذه الساعه، لان المسائل سياسيه ماشي عاج وحيد ولا جينا، فهمتي ولا؟ مسائل ضروري خصها الحل ديالها بطريقه اداريه ماشي غير اجي وحيد. خويا ما كرهناش حنايا كاع تولي سبته مغربيه، حيت هي اصلا مغربيه صافي هادشي اللي كاين. يتحيدوا الحدود تولي سبته، حيت سبته مغربيه وطلع الرايه مغربيه في وسط سبته ان شاء الله. ويتألف سكانها من المسيحيين والمسلمين مع وجود أقلية يهودية وهندوسية. ضروري طبعا كنفضلوها تبقى مفتوحه، لان كيتسموا العديد من الاسر كيتسموا الشباب تعارف تطوال ما فيها لا معامل لا حتى شي حاجه. يعني كاين بزاف د الناس نقدروا نقولوا حنا الالاف د الناس كيعيشوا من الحدود، فهمتي كيفاش يعني كاين قانوني كيتسمى الملك محمد السادس الحمد لله، يعني سماه التهريب المعيشي، فهمتي كيفاش يعني الناس كتهرب باش تعيش ماشي باش تعمل شي حاجه، ما كاينش شي حاجه اكثر، فهمتي. الديوانه نتوما كتشوفوها اخاي بان الناس اخاي ديالي راه كيتعداو عليهم هنايا، و سنقول لكم كاين ناس هنايا كتخلص رزقها تخلص 2000 3000 درهم حتى 4000 درهم من الكوري، وما كيخليهمش يخرجوا ما كيخليهمش هذاك، وعاد دق من فوق. عدد المسلمين في هذه المدينة هو 29,000 نسمة، وعدد المساجد هو 31 مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حنايا الناس دراوش في تطوان، وحنا ما عندناش من غير هذه الارض هذه كانت معجو منا، وحنا المصالح ديالنا تبقى مفتوحه، واخا عمرت بزاف وجا ستران خيرو بزاف ما عندنا ما نعدلو. المشكل اللي واقع في باب الديوان باب سبته هما ما كيخليوناش ندخلوا هاد النصارى، ما عرفناش علاش، وحنا هاد الارض هذه خلاها لنا سيدنا وما عندناش فين غادي نمشيو، حنا عرفنا محتله وهادي بحق الغله غالب، وحنايا الارزاق ديالنا في هاد الارض هذه. لا كتخدموا في تطوان كاع ما نجيو لهنايا، نتمعشوا في تطوان، ما عندنا لا شركه لا فابريكا، وحنايا ما قريناش بزاف، النص تطوان ضعافين. ودابا الله يجازيكم بخير، تشوفوا لنا شي حل في هاد الارض هذه، وشكرا. حبسنا في الدخله وحبسنا في الخرجه، سمعتي دائما مكالينا، دائما مكالينا، ما كيخليوناش ندخلوا وما كيخليوناش نخرجوا، سمعتي. وهذه بلاد العيش، هذه بلاد العيش كنعيشوا منها، مولانا محمد كتعيش هنايا، ما يمكنش هذا الباب هذا يتسد. حنا بغينا نعيشوا مع بعضنا، سباليون مع بعضياتنا، سباليون الله يعمر هذا، سمعتي. كيقول لك اودي بانه حنا بغينا نعيشوا مع بعضنا، نقوروا العيش ديالنا لينا ولولادنا ولهذا. وعاش محمد السادس وعاش محمد السادس، عاش. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا.